فقط من أجل إسقاط ابن تيمية رحمه الله. وابن تيمية رحمه الله تعالى عالم من علماء المسلمين وإمام من أئمة الدنيا، وليس بمعصوم كما هو معلوم. ونحن لا ندعي العصمة لا لابن تيمية، ولا ندعي العصمة لمن سبقه من العلماء، ولا لمن جاء بعده من العلماء. وهذا الذي نقرره ونعتقده ونقوله دائما، أن العصمة ليست لأحد إلا للأنبياء والمرسلين. لكن الرجل بشهادة الموالي والمعادي أن الرجل كان عالما متبحرا متفننا باقعة، فما يضره وهو البحر أمسى زاخرا إن رمى فيه غلام بحجر. ابن تيمية هذا الذي ينتقد، ابن تيمية هذا الذي يريدون إسقاطه. ابن تيمية يعده الغرب ثالث أكبر فيلسوف في التاريخ الإسلامي، إلى جانب ابن رشد وإلى جانب الغزالي رحمهم الله تعالى. ابن تيمية شخصيته وفلسفته تدرس ليس فقط في الجامعات الإسلامية والجامعات العربية والجامعات الشرقية، بل تدرس فلسفته وشخصيته في أكسفورد وييل وهارفارد وجورج تاون وغيرها من الجامعات المرموقة. بل هناك رسائل ماجستير ودكتوراه كتبت عن شخصية ابن تيمية وعن فلسفته وعن آرائه، يسمونها فلسفة ابن تيمية. وأنا اطلعت على بعض هذه الرسائل، فاتفق مع الرجل أو اختلف، لكن لا يمكن أن تزحزحه عن مكانه الذي اقتعده من التاريخ. نحن قلنا أن الرجل له أخطاء شأنه شأن بقية العلماء، هذه الأخطاء تنتقد عليه بعلم ويرد عليه بالدليل. لكن القضية ليست لكل من هب ودب، ليست لكل أحد يأتي ليطعن في هذه القامة العظيمة. البعض يتهم ابن تيمية بأنه كان حادا وشديدا، ولنفترض أنه كانت فيه حدة كما يقول البعض. نعم، وأنا يعني أعترف بأن ابن تيمية رحمه الله تعالى كانت فيه شيء من الحدة والشدة، لكن الدارس للتاريخ وللشخصيات لا بد أن يستصحب معه السياق التاريخي. لماذا كان ابن تيمية حادا؟ طيب هذا هو السؤال. طيب ينظر في عصره ومصره. طيب ما الذي في عصر ابن تيمية؟ والله نجد في عصر ابن تيمية أنه العصر الذي غزت المغول العالم الإسلامي بل وجميع العالم. وفي عصر ابن تيمية كذلك أسقطت الخلافة وأسقطت عاصمة الخلافة بغداد، أسقطت عاصمة الخلافة بغداد. فهذه الشدة والحدة لا بد أن نفهمها في هذا السياق. وحتى شدته وحدته على الشيعة كما يقول البعض لا بد أن تفهم أسبابها وتدرك بواعثها. ابن تيمية رحمه الله تعالى والكثير من معاصريه ينحي باللائمة على ابن العلقمي الشيعي الذي كانت له الوزارة، وهو المتهم الأول بتسهيل الأمر للمغول. فكل هذه الأشياء لا بد أن توضع بالحسبان إذا أردنا الحكم على شخصية ابن تيمية، وإذا أردنا أن نفهم لماذا كانت فيه أو لماذا كانت فيه شيء من الحدة والشدة. لكن أن يختزل ابن تيمية وتختزل حياة ابن تيمية فقط في مطارحاته مع الأشاعرة أو في مشاجراته مع الشيعة والصوفية فهذا فيه ظلم وهضم. ابن تيمية رحمه الله تعالى له المئات من المؤلفات. على سبيل المثال كتابه السياسة الشرعية، يرى الفيلسوف المستشرق الفرنسي هنري لاوست أن هذا الكتاب كان دستورا لدولة الممالك، الدولة المملوكية كان دستورها هذا الكتاب، كتاب ابن تيمية. الرجل ليس بخامل الذكر وليس يعني شخصية ضعيفة في التاريخ الإسلامي، لا، شخصية لها وزنها من قبل ومن بعد. ولو أنك فقط تمر على ثناء الأئمة عليه لوجدت عجبا. ابن رجب الحنبلي رحمه الله يقول: لو أنني حلفت بين الركن والمقام لحلفت أنني ما رأيت بعيني مثله وأنه ما رأى مثل نفسه. عجيب أنه يقول ما شفت مثله، حتى ابن تيمية ما رأى مثل نفسه. ابن دقيق العيد الإمام العلامة المتبحر الإمام الكبير ابن دقيق العيد يقول: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلا العلوم كأنها بين عينيه، يتخيل كأنها بحر بين عيني ابن تيمية، يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد. إمام عظيم. هؤلاء العلماء الذين عرفوا قدر ابن تيمية رحمه الله تعالى. حتى الإمام جلال الدين السيوطي في طبقات الحفاظ يقول بأنه الإمام العالم شيخ الإسلام، بل قال أنه نادرة العصر ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإذا قرأنا كلام وموقف ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، دافع دفاعا مستميتا عن ابن تيمية عندما قرض لكتاب الرد الوافر
لابن ناصر الدين الدمشقي. ابن ناصر الدين الدمشقي كتب كتابا في الرد على بعض الأحناف الذين كفروا من سمى ابن تيمية بشيخ الإسلام. هذا الكتاب قرضه من؟ ابن حجر رحمه الله تعالى، وأثنى على ابن تيمية ثناء عطرا، أثنى على ابن تيمية ثناء عطرا في هذه المقدمة أو في هذا التقرير. وكذلك أيضا أثنى على ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الدرر الكامنة. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى مدح ابن تيمية مدحا كبيرا وهو من شيوخه. وكذلك أيضا الذهبي رحمه الله تعالى وهو من تلاميذ ابن تيمية أطنب وأسهب في الثناء على ابن تيمية في كتابه السير، سير أعلام النبلاء، وفي غيره من المؤلفات. وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى يعني تكلم ومدح وأثنى على ابن تيمية. الإمام كذلك محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليماني في كتابه البدر الطالع لما ذكر ابن تيمية وساق أقوال العلماء فيه قال: وأقول أنا أني لا أعلم، لاحظ ركزوا في هذه الكلمة، لا أعلم بعد ابن حزم مثله، وما أظن أن الزمان يسمح أو أن الزمان سمح ما بين عصري الرجلين بمن يشابههما أو يقاربهما. وفي شيء عجيب جدا أن يجمع الشوكاني بين ابن تيمية وبين ابن حزم في مرتبة واحدة، فهذا شيء عظيم، لأن الشوكاني كما هو معلوم شديد الإعجاب بابن حزم، حتى أن بعض العلماء كان يرى أن الشوكاني كان ظاهريا، فكونه يجمع ابن تيمية مع ابن حزم الذي كان الشوكاني معجب به أيما إعجاب، هذا شيء يدل على حب الشوكاني وعلى تعظيم الشوكاني لابن تيمية رحمهم الله جميعا. فالشاهد أن ابن تيمية رحمه الله تعالى عالم من علماء الأمة، وأنه بشر ليس بمعصوم، وأنه له وعليه، إلا أن الذي له أكثر وأعظم مما عليه. غفر الله لنا وله ولعلماء المسلمين.